السلام عليكم. غادي نشرح للناس ديال اللي داروا الوقفه الاحتجاجيه واللي خرجوا كيقلبوا وكيطالبوا بالتعليم والصحه والكرامه. للاسف خصهم يفهموا واحد القضيه، بانه لا تغيير، ما غاديش يكون التغيير حاليا. ربما كما قلت في واحد الفيديو، المغرب غادي يولى مزيان والناس غتولى تشد مليون ولا شي حاجه، ولكن هادشي ملي غتحرر الصحراء وملي غيدخلوا دول كثيره بحال الامريكان، بحال اسرائيل، بحال روسيا، بحال العدد ديال دول اوروبا كامله يستثمروا في الصحراء. هذيك الساعه غادي خصهم خدامه، وخصهم غادي يخدموا بالقوانين بحال ديال اوروبا، يعني يبقى يعطوا الانسان 8000 درهم حتى ل 10000 درهم باش يخدم، لانه صعيب باش تمشي للصحراء وتخدم ويعطوك 2000 درهم ولا 3000، ما يمكنش. فغادي يشجعوا الناس باش ياخذوا هذا الصالون، ولكن هذا الشيء ماشي دابا، ممكن يكون منها 3 سنين 4 سنين 5 سنين. هذه الفتره هذه بلا ما يصدعوا راسهم ما غاديش يقدر يكون التغيير، لان النظام في الدول العربيه كاملين والدول المسلمه والدول غير المتقدمه ما عندهمش صناعه، ما كيصنعوش. اوروبا علاش كتعطي المساعدات وكتفكر في الشعب؟ ولا لان عندهم عقول، كيصنعوا الطيارات، كيصنعوا الادويه، كيصنعوا سميتو غير في الفيزات كياخذوا عدد ديال الفلوس، في الضرائب كياخذوا عدد ديال الفلوس، واخا ما عندهمش لا بترول لا والو. حنا للاسف عندنا البترول عندنا، ولكن ما كنصنعوش، ما كنصنعوا لا اسلحه ولا طيارات ولا طوموبيلات ولا ديك الله يخليك. دونك شنو الدول العربيه شنو كدير، ولا المسلمه ولا الغير متقدمه؟ دير بحال داك اللي حرد الجمل دكو، يعني داك الشيء اللي كندخلوا من الارض كناكلوه. المغرب مثلا عنده الحوت وعنده البترول وعنده المداخل ديال الجاليه وعنده كياكل منها. يعني ما عندناش شي صناعه اللي كنبيعوا للناس مثلا الطيارات ولا كنبيع لهم اسلحه. خلينا من المطيشه والليمون والبرقوق يعني ما عندناش شي حاجه اللي كنبيعوها غاليه، ما عندناش. دونك ملي ما عندناش فاحنا جالسين كناكلوا غير من الميزانيه ديال الدوله. هاد الميزانيه ديال الدوله خصها تقشف. فالنظام كما كان في اي دوله عربيه كيقول خصني نتقشف، ولكن التقشف على حساب من؟ على ظهر الشعب. فالشعب كتلقاه واحد 4 ديال الطبقات. الطبقه الحاكمه، وكنقولوا فيها وزراء وفيها الرئيس او ملك او كذا او مستشارين، هادو عايشين فوق السلك، واكلين شاربين ما خصهم حتى حاجه، ودايرين شركات وكياخذوا من داك الشيء ديال الميزانيه ديال الدوله بدون حدود. كاين الطبقه عاوتاني كذلك ديال الموظفين، موظفين من المسؤولين من الصغير حتى الكبير، عايشين مانتهم، ملي كيخصهم شي حاجه كيدوروها رشوه، كيدوروها سرقه. حتى هادو عايشين حتى هما فوق السلك، ما عندهمش المشكل، انما محيد لهم الضمير. كتبقى الطبقه الثالثه وهي الطبقه الكادحه، الناس اللي خدامه اوفريي كدا، هذا زبال، هذا نجار، هذا عايشين مساكن غير بالقوت ديال النهار ديالهم. هاد الطبقه هي الكبيره. غادي نمشي لواحد الطبقه الرابعه ونرجع لهم. كاين طبقه رابعه، الناس اللي عندهم الذكاء واللي عندهم الموهبه، كتلقى هذا كيغني وكيدير الراب، وهذا كيمثل، هذا كيدير، هذا مدبر على راسو. كذلك كاين ناس اخرين عاوتاني كذلك اللي عندهم يعني الذكاء اللي كيوصلهم لديك الطبقه الحاكمه، كيقرا مزيان، كيجيب الدكتوراه وكينطلق. هذا واحد الطبقه ديال كتسمى طبقه الموهوبين. رجعوا للطبقه الكادحه اللي هي كثيره وكتمثل تقريبا واحد 70% من الشعب في الدول العربيه كامله، وكذلك في المغرب 70%، 75 حتى 80. هادو هما الطبقه الكادحه اللي خرجوا كيغوتوا باش خصهم التعليم وخصهم الصحه والكرامه. كنقول لهم راه ما عمركم غتوصلوا لهذا الشيء. علاش؟ حيت الا الدوله واحد النهار قررت باش تعطيكم مساعده، مثلا دير لكم غير 2000 3000 درهم للواحد، نتوما غتقولوا يعني ما خاسرين والو. لا، راه خاسرين، حيت لا عطاوك 3000 درهم غادي تحمد الله وتمشي تشرب اتاي والخبز، وملي يعيطوا لك تخدم في الشركات ديالهم غتقول لهم لا. علاش غادي نمشي نخدم انا بواحد 1600 ولا 50 درهم للنهار، بحال البنايه، بحال النجاره، بحال الزباله، بحال هادو الناس الا مشاو عطاتهم الدوله واحد 2000 و 3000 درهم، غادي يمشيو يدوروها طاجين وياكلوا ويشربوا ويضربوا بالنساء. اذا الدوله بالعاني مخليهم بالجوع، مخليهم لا طبيب لا تعليم لا يديك لا يخليك. علاش؟
باش يخدموا الطبقة البرجوازية. هاد الناس هادو الدولة خصها تخليهم هكذا، عمرها ما غادي دير ليهم لا، باش يبقى دائما كيجري على الصحة، كيجري على التعليم، كيجري منين لا ديالك التعليم غادي تتعلم مزيان وغادي تلتحق بالطبقة ديالهم، وبالتالي غادي يخسروا واحد الخدام. اذا مثلا انا اخ النوش دار شي شركه ديال الحليب ما يلقاش اللي يخدم، دار شركه ديال البني ما يلقاش اللي يخدم، يعطيه 50 درهم في النهار ولا 70 درهم ما يلقاش. اذا الدوله عمرها ما غتفكر تعطي للشعب واحد المبلغ د الفلوس بلا ما يخدم. هذه غير حيدوها من بالكم، ما كاينش مساعدات بحال اللي هنا على برا. برا كيعطيو مساعدات لان كيصنعوا الطيارات، كيصنعوا الاسلحه، كيصنعوا عندهم المداخيل وكيديو الفلوس من دول صغيره وكيهرفوا على الدوله وكيستعمروا الدوله وما عندهمش المشكل. حنا ما عندناش، حنا كمغرب مثلا ما عندناش كيفاش نستعمروا شي دوله ناخذوا لها فلوسها، ما عندناش كيفاش نديروا الطيارات ونديروا الاسلحه ونبيعوا ويدخلوا لنا الفلوس، ما عندناش العقول اللي غادي تجيب الفلوس. اشنو غنديروا؟ واحد الطبقه غتعيش مزيان وواحد الطبقه غتعيش مستغله، وهي الطبقه الكادحه اللي كدير 75% حتى ل 80%. هما هادو اللي خرجوا كيغوتوا بغاو الكرامه وبغاو التعليم وبغاو، كنقول لهم راه ما حاجه ما غتغير، ما يمكنش تغير لان غيتغير النظام كامل. فهذيك الطبقه البرجوازيه محافظه عليكم انكم تبقاو فقراء ومحتاجين للفلوس، وغادي تخليكم بلا تعليم باش تخليكم في داك النيفو ديالكم، باش هما ولادهم اللي يقراو، ولادهم اللي يوصلوا يقراو في الخارج في ميريكان وكلشي وكيداويوهم برا، وانت تبقى دائما فقير ناقص صحه، باش ماشي تكون صحيح وتشكل لهم خطوره وتدير عصابات، وناقص تعليم باش ما يمشيش تكبر عقلك وتلتحق بالطبقه ديالهم. فلا بد كاين حل. فكتلقى في وسط الطبقه الكادحه اللي ضروريه تبقى مستغله وضروريه تبقى كلها خدامين لهذوك الناس باش ينجحوا. يعني اي بورجوا بغى يدير معمل ديال الخياطه غيدير ياخذ من الطبقه ديال الكادحه باش يعطيهم 40 درهم ولا 50 درهم ويربح مزيان. سينو الا قال له لا ما نخدمش ما غاديش يمشي داك الوزين، ما غيمشيش ديك القهوه، ما غيمشيش داك المطعم. هذوك الناس اللي بورجوا لا بد يستغلوا الطبقه الكادحه باش كيربحوا ويديروا اموال. دونك هما عندهم مصلحه ان ديك الطبقه الكادحه تبقى هي في ذاك نفس المستوى في الفقر، من دابز غير مع الكرا ومع الماكله ومع الشراب. والتعليم كذلك، من صالحات التعليم يكون طايح لان هما كيقراو ولادهم في الخارج وبرا، وانت تقرا في واحد التعليم طايح، تبقى دائما مكلخ باش في الاخر تمشي دير التكوين المهني، دير عامل وتخدم عندهم، تشتغل عندهم وتطلع عليهم المشاريع ديالهم. الطبقه اللي ما كنهضروش عليها واحد الطبقه ذكيه، هي اللي الطبقه اللي كتحرق، كتمشي ما كترضاش بداك الواقع وكتمشي لاوروبا وكدير لاباس، اولا الطبقه اللي عندهم المواهب كمطرب ولا كفنان شاعر ممثل مخرج، هما كيعتبروا راسهم الطبقه الكادحه وكيوليو تا هما يلتحقوا بديك الطبقه البرجوازيه. ولكن الطبقه الكادحه ضروري خصها تبقى كادحه وضروري تبقى فقيره باش تستغل. لي بورجوا ما يقدوش يردوا كلشي بورجوا، ما يمكنش دوله فيها كلشي بورجوا، ما يمكنش دوله كلشي فيها واكل شارب. لا بدا واحد الطبقه عامله وواحد الطبقه يعني حاكم ومحكوم، هذاك الواحد تيستغل وواحد يستغل. فما يمكنش ان بورجوا يدير مشروع ديال البني ويجيب البنايه يطلبوه 1,5 مليون. ولهذا التعليم غيبقى هكذاك، والصحه غتبقى هكاك، والكرامه غتبقى هكاك لهذوك الناس باش يبقاو مستغلين طول حياتهم. فهنا النصيحه هو حاولوا تعتقوا راسكم، بلاصه ما تخرجوا وتطلبوا بالحقوق اللي ما عمركم غتاخذوها حتى يفرج الله في الصحراء. اللي غادي يقدر يحرق يهرب، اللي غادي يقدر يقرا في الخارج يمشي يقرا، اللي غادي يقدر يحسن الوضعيه ديالو بشي صنعه يدير التكوين المهني ويحسن ويجمع الفلوس ويلتحق بالطبقه البرجوازيه، واللي غادي يقدر مثلا يعتمد على الموهبه ديالو ويدير التمثيل ولا يدير مسرح ولا موسيقى ولا هادو. يعني في اخر النصيحه حاول تعتق راسك باش تلتحق بالطبقه المستغله وهي الطبقه البرجوازيه، وغادي تكتشف بان الطبقه الكادحه ضروري تبقى كادحه طول الحياه، ما غينفع لا جزاد ولا خروج لبرا ولا انقلاب، ولا الطبقه ضروريه تبقى باش يبقى التوازن في البلاد. ما عليكم الا تحسنوا الوضعيه ديالكم باش تلتحقوا بديك الطبقه اللي كتستافد من الدعم وكلشي ومن الفلوس ومن الرشوه.
السلام عليكم ورحمة الله.